صباح الخير أيها الأصدقاء الطيبون، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير كما أتمنى لكم دائما. برغم أني بشوفكم تقريبا بشكل يومي، لكن حالة الشوق موجودة بشكل دائم، وأنا دائما وأبدا بحب أني أشرب معكم قهوتي. صحة وأنا نحن هلق على مش أعتاب عام جديد، نحن فعلا دخلنا في العام الجديد. انتهت سنة كانت سنة مريرة جدا من تاريخنا، والحقيقة أنه السنوات الماضية كلها كانت مريرة جدا ومليانة دم ومليانة قهر ومليانة تعسف على الإنسان الفرد. فهلأ لما نحن جينا على السنة الجديدة رجعت التساؤلات تظهر من جديد، يعني وكأنه في لها علاقة بالسنة الجديدة، أنه يا هل ترى نحن بسوريا قادمين على الحل؟ هل يمكن أن يحصل حل بسوريا؟ هذا السؤال الكبير الموجود بدماء كل سوري. أنا متأكد بداية، كوني أني إنسان سوري منكم، واحد منكم، بعرف كيف بتفكروا وأنتم بتعرفوا كيف أنا بفكر، أنه المعضلة السوري هي معادلة مستحيلة الحل بسبب التعنت اللي موجود والتصلب في الرأي والإيديولوجيا على الأرض السورية، وأيضا بسبب الجهل الحقيقة السوري. الشعب السوري لساته لحد الآن يجهل كل ما يدور حوله من مؤامرات. يعني فهالظروف هاي وهالمناخ هذا هو أكيد ما هو مناخ الحل. عندي الإنسان بيفكر أنه الحل في سوريا من المستحيل أن يكون بعد كل ما رأينا، فهو عم يفكر بواقع حقيقي موجود على الأرض. لهالسبب أنا ما بقول أنه هذا التفكير هو تفكير خاطئ، لكن خلينا نناقش الموضوع من ناحية شوي فيها منطق، مش فيها عاطفي، فيها منطق. لأنه حتى هذا التحليل اللي حكيت عنه أنا قبل شوي، أو الرأي السوري الأغلب، هو رأي موجود فيه العاطفي بشكل من الأشكال، لأنه الإنسان انشحن عاطفيا ضد كل شيء ما هو، أو ضد كل ما هو موجود على الواقع السوري، وبالتالي أصبحت لديه هذه القناعة. كيف ممكن يحصل حل في سوريا في البداية؟ هذا لسه لحد الآن ما دخلنا في الموضوع. شو هي الحالة اللي ممكن تحصل أو تفضي في النهاية إلى حل في سوريا؟ ما في غير حلين فقط لا غير ممكن ينهوا المهزل السوري داخليا. لاحظوا كلمة داخليا مهمة جدا. الحل الأول هو أن ينصاع الشعب السوري كاملا إلى ما تريده الحكومة السورية، خلاص. وهي السياسة اللي أنا بسميها يعني سياسة على عمياني حبيتك. في جزء من الشعب السوري هلأ هو موجود فعلا في هاي الحالة، حالة أو سياسة على عمياني حبيتك، وفي جزء من الشعب السوري لسه لحد الآن ما وافق على هاي السياسة. فإذا حصل موافقة من السياسيين والحالات السياسية والعسكرية ومن جزء كبير من الشعب السوري على سياسة على عمياني حبيتك، طبعا أنتم بتعرفوا لمين على عمياني حبيتك، فهون بالضرورة بدي يحصل حل بسوريا، بالضرورة. نحن ما عم نناقش هل هذا الحل جيد ولا غير جيد، نحن عم نقول أنه سوف تعود الأمور إلى الاستقرار. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أنه السلطة السورية الموجودة هلأ بالوقت الراهن تنصاع لمتطلبات المعارضين لها في الوقت الراهن. والحقيقة عند اللي نقول كلمة معارضين على الواقع السوري ما هي كلمة سهلة، لأنه هدول مو معارضين لنظام حافظ الأسد ذات يوم هني كم واحد وإلى آخره. لا لا، الموضوع مو هيك. الموضوع في عندك بسوريا حالات سياسية جغرافية وعسكرية، يعني الموضوع خطير جدا. في عندك بسوريا عسكرة، في عندك جيوش بسوريا، وفي عندك شعوب ومكونات. فهدول إذا كان قررت الحكومة السورية أنها تستجيب لمطالبهم، فبالضرورة أيضا بيصير حل. غير هيك ما في حل. هلق السؤال المهم جدا استنادا لهدول المفارقتين أو الحالتين اللي موجودات على الأرض السورية، هل يمكن أن يحصل أي منها؟
أنا عم بسأل سؤال هيك بمنتهى الحيادية، وهو يعتبروه سؤال الجاهل بالواقع السوري. واحد ليس من سوريا أبدا عم بيقول لك أنه الواقع السوري في عندك أحد حلين فقط لا غير، الحل الأول والحل الثاني. هل ترى بأن أي من هذه الحلول سوف يكون موجودا؟ أنا بعتقد أنه أنت بدك تجاوبه بالنفي، بدك تقول له لا، لا يمكن أن يحصل هذا الشيء. فبالضرورة الحالة السورية هلق مثل ما هي معادلة مستعصية ولا يمكن أن يحصل فيها حل. لن يستجيب الطرف الأول للطرف الثاني، ولن يستجيب الطرف الثاني للطرف الأول، يعني الحالتين بشكل كامل. فإذا استنادا للواقع السوري هي معادلة مستحيلة. وهذا الكلام أنا بعتبره رد للكثير من الناس، لأنه أنا شفت بالأيام الماضية أيضا لسه لحد الآن هاي الحالة موجودة، بعض التحليلات اللي بتروح باتجاه أن تقول بأن هناك نوع من التفاهمات سوف يظهر في المستقبل القريب. لسه لحد الآن في أمل كبير جدا عند هدول الناس بأنه في نوع من التفاهمات سوف يحصل في المستقبل القريب. وناس عم تحكي عن دور تركي، وناس عم تحكي عن دور أمريكي، وناس عم تحكي عن دور إسرائيلي، والأدوار ما شاء الله كتير بسوريا، شو بدنا نعد لنعد. لكن أتوقع يعني بصراحة أنه كل هاي التحليلات هي تحليلات خاطئة. أنا بحترم أصحابين التحليلات هدول أكيد بدون شك، إنهم بيحكوا نتيجة نظرة معينة وربما معلومات معينة. لكن بمثل هالظروف اللي نحن موجودين فيها، لا الدول بتقول وبتصرح شو بدها، ولا عندها على الإطلاق إمكانية لأنه تتنازل. يعني واقعة الدول في أيضا نفس المفارقة اللي واقع فيها الشعب السوري. لذلك الدول لا تستطيع أبدا أن تكون صاحب الدور فعال، ولكنها تغرق المجتمع بالإشاعات فقط لا غير. فبنجي نحن كسوريين، باعتبار نحن مهتمين بالشأن السوري، طبعا شأننا هذا، بنيجي نحن بنصير بنحلل على أساس ما تقوله الدول أو ما تبثه الدول من إشاعات. لكن هذه الإشاعات إلها فقط أهداف تخص الدول نفسها أو تخص رسائل توجهها إلى الدول الثانية الغارقة في الشأن السوري. ليس الإنسان السوري وليس الحل السوري وليس من أحد بالوقت الراهن قادر على أن يفعل هذا الشيء. فالحالة اللي نحن موجودين بها بسوريا هلأ بالوقت الراهن حتى اللحظة هي معادلة مستحيلة الحل. هلأ شو هو الشيء اللي أنا برجحه بصراحة واللي بشوف أنه هو الحل الصحيح، أو ليس الحل الصحيح ولكن السيناريو الذي سوف يكون موجودا ومفروضا على السوريين، والسوريين في المستقبل سوف يسقط في أيديهم ولن يجدوا أبدا ما يقدموه، لا إبداء للرأي ولا تحليلات. ولن يقف السوريين مع الأسف الشديد نحو دراسة التجربة بدقائق، ما راح يقعدوا يدرسوا التجارب اللي مرت معهم. مع الأسف الشديد هذا شيء يعني الحقيقة مزعج جدا، لأنه نحن دائما نقع بهالحالة هاي الكئيبة اللي هي عند اللي بنكون موجودين بتجربة، بنطلع من التجربة بنرجع نقع بخطأ تاني، ما بندرس معالم التجربة الماضية لحتى نستفيد منها. الشيء اللي أعتقد أنه الدول عم بتفكر فيه، عم بتفكر بإلهاء الشعب السوري في الوقت الراهن وإلهاء الحالات السياسية السورية من خلال إغراقهم بالمزيد من المشاكل، من أجل أن تتفرغ لتصفية حساباتها وإبرام حل معين وصفقة معينة قد تكون حاصلة في الماضي وقد تكون لم تحصل حتى اللحظة. هذا الموضوع كتير كبير ما بإمكاننا نحكي فيه. لكن الدول وبحسب حجمها عم تحاول انه تعمل حل يناسبها، وعم تطلع للواقع السوري على اساس انه واقع من الفراغ. يعني لديهم مكان، لديهم قطعة ارض، لديهم منطقة نفوذ استراتيجي، لديهم عم بيخططوا لحتى يكون فيها استقرار وحل بمعزل عن كل ما يريده السوريين وبمعزل عن كل ما تريده الحالات السياسية الموجودة على أرض سوريا. شو هو هذا الحل اللي رح يكون موجود؟ من المبكر أنه نحكي عن هذا الموضوع، لكن بالضرورة الحل اللي راح يكون موجود هو حل يفرض فرضا على السوريين، سواء من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني، حتى لو لم يرضي الطرف الأول ولم يرضي الطرف الثاني. مهما كان حجم الاعتراض على الحل، فلن يذهب أحد باتجاه دراسة ما يريده السوريين. والسبب في هذا الشيء أن السوريين أثبتوا فشلهم في إبداء اقتراح للحلول. وهون لا تتفاجئوا من كلامي وتقولوا لا نحن اقترحنا، نحن حكينا قبل شوي على انه في عندنا نصين بسوريا مختلفين، وهدول النصين كل واحد منهم اكيد له وجهة نظر سياسية اكيد، وانا من الاشخاص اللي مؤيدين لاحد وجهات النظر، كل الناس بتعرف هذا الشيء. لكن هلا نحن عم نفكر شو ممكن يدور بعقل السياسات الدولية او صانعي السياسات الدولية. فنحن مع بداية العام اللي هلا نحن بالوقت الراهن باليوم الثاني او الثالث فيه،
نحن دخلنا مرحلة جديدة جدا 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 بصراحة ما كانت موجودة. المرحلة الجديدة اللي نحن دخلنا فيها هي مرحلة إنكار السوريين وما يريده السوريين، وحتى إنكار وجود السوريين، وهذا شيء ضروري جدا بالمناسبة. هاي المرحلة اللي هي أعتقد بأنها بدأت في العام اللي نحن موجودين فيه هلأ بالوقت الراهن اللي هو 2026، هو مرحلة التصرف بوحدانية وفردانية للعالم، والذهاب باتجاه فرض شيء معين على السوريين، وليس إقناعهم، بل عليهم أن يكونوا موجودين في هذه الحالة شاءوا أو أبوا، ولا يمتلكون أبدا إمكانية إبداء الرأي بصراحة يعني. هلق هذا الكلام بدي يفهمه شوي مني الأصدقاء، بأنه هو في تقليل من شأن السوريين. أبدا الموضوع ما هو هيك. أنتم بتعرفوا أن هنا يعني أعلي شأن الإنسان السوري، وبحب أنه الإنسان السوري يكون صاحب قرار على أرضه. لكن للأسف الشديد نحن خلال الفترة الزمنية الماضية اللي بالمناسبة عمرها أكثر من 15 سنة فقدنا إمكانية إقناع العالم بصوابية رأينا، وبأنه نحن قادرين على أن نبرم حلولا. وإذا كان نحن قادرين نبرم حلولا، تعالوا لحتى نبرم حل. خلينا نفترض هلا أنه نحن عندنا فرصة، وهاي الفرصة ولنفرض العالم يا سيدي خلينا نحط هيك استراتيجية زمنية مش واقعي أبدا. خلينا نفترض أنه أمريكا مثلا اجت قالت للسوريين جميعا طيب أنا راح أعطيكم 3 شهور، وخلال هال3 شهور أنتم اقعدوا مع بعضكم واقترحوا حلول، وبالأخير اتفقوا على حل، والحل اللي بتتفقوا عليه رح نحن نتبناه ورح ندعمه، ومباشرة رح نشتغل عليه. شو اللي رح يصير بهال3 شهور؟ أنا بقول لكم شو رح يصير، وأنتم كلياتكم تعرفوا شو رح يصير بهال3 شهور. راح تصير خلال هال3 شهور حروب وكوارث ودماء كبيرة جدا، لأن السوريين كل ما قعدوا على طاولة المفاوضات بدك تلاقي في رأيين مختلفين عن بعضهم، واحد بأقصى الشمال وواحد بأقصى اليمين، وكل واحد منهم عم يفهم نقطة الحل أو نقطة النقاش هي أنه أنت الآخر لازم تقتنع بالشيء اللي أنا عم بقترحه عليك، مش بدنا نتناقش، لازم تقتنع بالشيء اللي أنا عم بقترحه عليك. فالآخر بده يقول لا ماني مقتنع، أنا الكلام اللي عم بحكيه هو الأفضل وأنت لازم تقتنع. هاي هي طريقة النقاش السوري أو الحوار السوري. فهاي الطريقة شو بدها تكون؟ هاي الطريقة دغري مباشرة بتنعكس برا ساحة الحوار أو طاولة الحوار، بتنعكس عن احتكاكات عسكرية مثل ما كان يصير مثلا في شرق الفرات، ومثل ما كان يصير في السويدة، ومثل ما صار في غرب سوريا وفي مناطق أخرى كثيرة من سوريا. ففرصة جديدة يمنحها العالم. هون النقطة الأساسية اللي بدي أوصلها أنا بصراحة، ما أريده من هذا الفيديو هو هذه الجملة: فرصة سعيدة وجميلة ومهذبة وفيها نوايا حسنة جديدة يقدمها العالم للسوريين، يعني بأن الحالة سوف تعود للتكرار فقط لا غير، وبأنه سوف تحصل حرب من جديد في سوريا. يعني لإمتى بدنا نضل نكرر نفس التجارب؟ طاولة المفاوضات دائما وأبدا بيكون بعد منها انتهاكات لحقوق الإنسان وحصول مجازر وقتل وتشريد وسبي وكل هذا الكلام اللي نحن مرينا فيه واللي صرنا نعرفه ونتوقعه أنه يحصل بكل يوم. فإذا في ضوء هذا الواقع الحقيقة المأساوي جدا اللي متغطي برداء الجهل يعني بصراحة، والتعنت الأعمى للإيديولوجيا اللي غير قابلة ربما المرونة مع العصر اللي نحن موجودين فيه. ما في عند العالم خيار إلا أنه يفرض حل على السوريين، والسوريين ما حد رح يسألهم شو بدكم وشو ما بدكم، مهما كانوا هدول السوريين رايدين أنه يكون في عندهم صيغة معينة، حتى لو كانت هذه الصيغة اللي عم يطلبوها السوريين هي صيغة جيدة من وجهة نظرهم، ولكن للأسف الشديد يعني الحل الدولي لن يكون كما يريده السوريين. ونحن اللي وصلنا حالنا لهون بصراحة، ونحن اللي قدمنا لنفسنا هاي الهدية الكبيرة اللي هي ما عاد لنا شخصية فوق أرضنا، ومنا قادرين أبدا أن نكون أصحابين قرار سيادي. هلق نحن بالوقت الراهن دخلنا في عام جديد. هذا العام الجديد يعني بعتقد أنه راح يكون مختلف عن العام القديم، وحتى مختلف عن الأعوام اللي قبل منه. كيف يعني؟ أنا عم بتلمس هاي الحالة، بس بصراحة ما بعرف كيف بصراحة، لكن أنا عم بحاول إني أقرأ فقط. ممكن يحصل هذا الشيء، مجرد رأي فقط لا غير. لكن أنا اللي حابب أقوله يا أصدقائي الطيبون، إن سوريا دخلت مرحلة الفرض الدولي خلاص، أصبح موجودا وأصبح واقعا. وكل ما يمكن أن تسمعه هو مجرد هراء ومجرد كلام فارغ. إذا حدا بيقلكم
إنه تعالوا لحتى نتفاوض، روحوا تفاوضوا. إذا حدا بيقلكم إنه في مفاوضات عم بتصير هلق بالوقت الراهن وهناك واقع متفائل، تمام، اسمعوا. بس بعد ما تسمعوا بصراحة بنصحكم إنه تطنشوا عن الموضوع. يعني اعتبروه نوع من الدراما اللي كنا نشوفها بالتلفزيونات السورية ذات يوم. أما حقيقة لن تكون هناك حقيقة موجودة وملموسة وجيدة بين السوريين بأنفسهم. هذا الكلام سوف يفهم الآن بأنه كلام تشاؤمي. لا، ليس كلام تشاؤمي أبدا. هذا الكلام قمة التفاؤل. نحن بناسبنا جدا، وكل ما يناسبنا هو أن لا نكون أصحابين قرار في ما يخصنا وفي مصالحنا، لأنه نحن غير قادرين على التفاهم، لأنه نحن مفترقين إلى الحد الأقصى. نحن كل واحد منا باتجاه، وبيناتنا مسافة فلكية كتير كبيرة، وعم نرفض أنه نقرب باتجاه الثاني. كل واحد بيقول للثاني أنا صح، أنت لازم تكون مثل حكايتي. السلطة السورية هلق بالوقت الراهن ومن زمن طويل ربما من اليوم الأول بصراحة انتهجت السياسة الأمنية، يعني سياسة العسكرة. المعارضين عندهم مشروع سياسي حاولوا أنه يقنعوا فيه السلطة السورية. السلطة السورية رفضت. السلطة السورية ترى بأنه يجب بالبداية أن ينصاع الجميع للسلطة السورية ومن ثم يحدث الحوار. يعني أول شيء أنتم بتجوا نحتويكم كلياتكم ونصير نحن دولة وحدة بالطريقة هلق اللي موجودة فيها الدولة من دون ما يتغير فيها شيء وبعدين بنتحاور. المعارضين سواء كانوا عسكر ولا سياسي ولا أي شيء آخر رفضوا هذا الكلام، لأنه هن غير مطمئنين، لا سيما أنه صار في تجارب على الأرض مؤلمة جدا. فهون بهالمناخ هذا فهموني كيف ممكن يحصل التفاهم. لا يمكن أن يحصل التفاهم. الحالة الطبيعي عند اللي بدك تبني مجتمع، يجب عليك أن تحل الملفات السياسية ومن ثم تحل الملفات العسكرية تلقائيا. الشيء اللي عم تطلبه السلطة السورية هلق بالوقت الراهن أن تحل الملفات العسكرية والاقتصادية بداية، ومن ثم يتم التوجه إلى الملفات السياسية. يعني الملفات السياسية هي رقم 3، بينما الحال الطبيعي هو أنه يكون الملف السياسي هو رقم 1، وبعدين بيجي بعد منه الملف الاقتصادي والملف العسكري. يعني الملف العسكري بيكون آخر شيء. إذا لاحظتوا أنه لحد الآن كل ما هو معروض من السلطة السورية بأن الملف العسكري هو أولا، الملف الاقتصادي مشمول مع الملف العسكري، ولاحقا سوف يكون الحديث عن شكل الدولة. الآخرين يفترضون بأن هذه ليست نوايا طيبة من أجل التفاهم والبناء. هذا ليس مناخا مناسبا للتفاهم، ولن يكون هناك تفاهم استنادا للواقع السوري. دخلنا في سوريا مرحلة الفرض خلاص، ويجب علينا أن نتوقع في أي وقت من هذا العام أن يكون هناك ربما استراتيجية تطبق في سوريا، ربما شيء آخر، ولكن بعيدا عما يريده السوريون. للأسف الشديد من اللي وصلنا لهون؟ أكيد مو العالم. أكيد المواطن أو الدولة اللي موجودة بأفريقيا ما هي المسؤولة عن هذا الشيء. أكيد الشعب اللي بأنغولا وبغانا وهاي الدول البعيدة عنا أكيد ما له علاقة في الموضوع، ولا حكومات له علاقة في الموضوع. اللي له علاقة في الموضوع هو نحن كشعب، وهني كحكومة وكسلطة. الحقيقة يناسب أن نقول سلطة أكثر من أن نقول حكومة. على كل حال أرجو أنه يعني ما ينفهم كلامي بنهاية هذا الفيديو أنه كلام تشاؤمي. لا، ليس كلام تشاؤمي أبدا، إنما أنا أجد نفسي قمة التفاؤل، لأن بناء، للأسف الشديد، بناء الآمال والطموحات على أساس أن يحصل تفاهم سوري داخلي، هذا يعني بصراحة لم يعد مغريا للتفكير. يعني ما في إغراء في القصة، نحن بنعرف النتائج. فأكيد العالم وصل لهذه المرحلة، وصل لهذه القناعة، ولننتظر سوية ونحن بالانتظار ونحتسي فناجين القهوة سوية، لأني لا أتوقع بأن الوقت سوف يطول. الأصدقاء الطيبون، أتمنى لكم نهار سعيد وجميل، وابقوا متفائلين. إلى اللقاء.